السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا في كل مكان، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. مساء الفل عليكم. النهارده جايين حاجة خفيفة كده وسهلة بقى، لزوم السقعة دي برضه. هنعمل النهارده رز بلبن كريمي، لا تقولي بقى الملكي ولا خليفة ولا اي حاجة في الدنيا، حاجة فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. هنعمل النهارده بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل كوبايه رز مصري مغسول مفيهوش اي حاجه خالص اهو، سكر حسب الرغبه، معلقتين كريم شانتيه، وده بقى السر بتاع يخليه ناعم وكريمي خالص كده. معانا 4 معالق كبار نشا وفانيليا. وبقى لو عندك حته قشطه، انا نسيت اجيبها، هجيبها دلوقتي. علبه قشطه، وش لبن انت محوشاه، بيخليه دسم كده وبيخليه طعمه حلو قوي. وطبعا معايا على المقدار دوت 1.5 كيلو لبن، انا بغليه بس على النار. يبقى نقول تاني: كوبايه رز مصري مغسول ومصفي كويس، سكر حسب الرغبه، 4 معالق كبار نشا، معلقتين كريم شانتيه، وفانيليا. طبعا الفانيليا ديت انا بحب احط اللي هي البودر واللي هي السايله، يعني بحط كيس من ده على نقطه من دي بس بعد ما بقفل خالص. والسوداني وجوز الهند ده للشكل النهائي بتاعه مش اكتر. ومعلقتين قشطه. كل اللي هنعمله دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحط كوبايه الرز ديت على ميه في النار تتسلق سوا كامل، هتشرب الميه بتاعتها خالص. بعد ما تشرب الميه بتاعتها ويتسلق تمام، هنزل عليه بكيلو ونص اللبن. خليكم معايا مكملين في الفيديو واحنا هنكمل مع بعض. بصوا يا حبايبي، انا غليت هنا ميه اهي عشان بس اسهل الموضوع عليا ما ياخدش وقت. بسم الله. هنزل بالرز، طبعا الميه سخنه، هيشرب على طول وهيتسلق على طول. بس خلي بالك بقى في اللحظه دي ايدك فيه، عشان خاطر يعني ايه 5 دقايق كده وقلبي فيه تاني عشان ما يلزقش تحت. طبعا الرز فيها ماده نشويه ممكن يلزق معاكي. ده هيستوي سوا كامل، هيشرب الميه بتاعته كلها. انا حاطه سوا بالزياده عشان انا بحبه يبقى ناعم خالص كده ودايب فيه، ما يبقاش الحبايه كبيره كده في قلبي. اول ما يدخل بقى على السوا هوريكم هنكمل ايه، وهنكمل بقيه الخطوات. انا حاطه اللبن هنا اهو، طب يغلي اهو. ده 1.5 كيلو لبن، هحطه على المقدار اللي انا عاملاه ده. يبقى كوبايه الرز هتاخد 1.5 كيلو لبن. ليه بقى انا مش هعمل من الاول في لبن؟ يعني مش هسويه في لبن، هياخد منك كميه لبن كتيره جدا ولازم تفضلي واقفه جنبه عشان ما يفورش. لكن كده لما بيتسلق في ميه بس بيستوي حلو قوي، وفي نفس الوقت ما بتهدريش معاكي اللبن كتير، وفي نفس الوقت بيبقى طعمه حلو. بس جربي وقولي لي. هيستوي بقى، وبعد ما يستوي هرجع اكمل معاكم بقيه المقادير تاني. بصوا يا حبايبي كده، زي ما قلت لكم هو شرب الميه بتاعته كلها واستوى سوا كامل حلو خالص. طبعا دي الماده النشويه بتاعته تقلته شويه. هنزل دلوقتي بقى عليه باللبن. طبعا اللبن اهو، بسم الله. دي حتتين القشطه كنت حطاها بتسيح عشان كانت في الفريزر اللي قلت لكم عليها، حطيتها تدوب مع اللبن وهو بيتسخن. بسم الله. انا سخنته، ده ممكن تحطيه ساقع عادي بس انا سخنته عشان ايه؟ يغلي معايا بسرعه واللبن الرز يتشرب على طول. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. خليه كتير كده عشان يبقى ايه. بسم الله. يفضل بقى هنقلب، ياخد بس ايه غلوتين كده مع الرز يتشربوا شويه، وهرجع تاني عقبال ما يتشرب كده شويه. هعمل ايه؟ هحط بقى تعالوا اقولكوا هعمل ايه. خلاص كده هحط بقى عقبال ما اللبن يتشرب الرز، احط معلقتين الكريم شانتيه على النشا، على ايه نص كوبايه ميه. انا نسيت اشيل شويه لبن، كان عندي اخر اللبن. نص كوبايه ميه بس عشان خاطر النشا بتدوب على الساقع، لو حطيتها كده هتكلكع وهتتعبك جدا عقبال ما تفك، واحتمال ما تفكش اصلا، هتبقى فيها كتل كده مش مستحبه خالص. والكريم شانتيه نفس النظام برضو. هدوب بس كده. بسم الله. يدوب كويس كده.
ما تخليش اي كتل نشا خالص، عشان خاطر الكتل النشا دي هتنزل في الرز هتكلكع معاكي. في الوقت ده بقى لو عايزه ممكن تحطي، لو حابه جوز الهند قويه في الرز ممكن تحطي معلقتين، هتنزل الدسامه بتاعتها فيها ويبقى طعمه حلو قوي. بس انا عندي ملناش تقل قوي على جوز الهند، فهحطها ايه على الوش كده بسيط بس. بص لسه، بصوا في كلكعه لسه، هفضل وراها. طبعا الدسامه دي من كريم شانتيه طبعا عشان الميه ساقعه فتلاقيه هيربط معايا. بسم الله. بس خلاص كده جابت. بالتأكيد هعملها شوية هضربها بالمضرب برضو شوية للتأكيد ميبقاش فيه خطر خالص. بس كده خلاص بقت سايلة خالص اهي. ياخد غلوة بس الرز ياخد غلوة في اللبن وهرجع لكم تاني. بصوا حبايبي كده ابتدى خلاص يغلي اهو، هيشرب من اللبن. بس ما شاء الله القشطه مع اللبن تقيل ازاي في قلبي، دسم، لا ميه ولا حاجه، حليب صافي. دلوقتي بقى هبتدي احط السكر. بسم الله. طبعا السكر انا قلت حسب الرغبه، انا حاطه مثلا حوالي كوبايه ونص سكر على المقدار ده مش اكتر. طبعا بحطه في المرحله دي مش قبل النشا عشان يلحق يدوب ما يكلكعش في النشا. وطبعا السخونيه دوبته على طول خلاص مبقاش فيه سكر، دوبته على طول. بصوا حبايبي هنزل بقى في النشا والكريم شانتيه كله دفعه واحده كده. بسم الله. نبتدي نقلب بقى، ما ينفعش نسيب ايدينا في المرحله دي خالص، لان لو سبتي ايدك هيكلكع معروفه عشان دي النشا. بس كده. بصي انت لازم تخليه خفيف كده على النار، لان لما بيقعد بيتقل بيبقى كتله كده، بيبقى طعمه مش حلو خالص، بالذات لو بيتيه تاني يوم. بس يا كوكو روح عند توته يلا. يلا كريم يا جماعه، كريم طبعا انتوا عرفتوه. بس خلاص السمك بتاعه دوت حلو جدا. في الوقت ده بقى هحط الفانيليا. ليه مش هحطها في الاول؟ لان عشان ريحتها تفضل فيها. الفانيليا نبته عطريه يعني، انت بتحطيها عشان تخلي ريحه الحاجه كويسه، تمام. لو حطيتيها في الاول مع السخونيه والغليان الريحه هتروح، مش هيبقى ليها اي لازمه. انا هحطها خلاص، انا هقفل اروح حطها. بسم الله. ادي كيس البودر فيها بيخلي نكهته حلوه قوي. وهحط نقطه صغيره كمان من السايله، نقطه واحده بس مع دي تبقى حلوه قوي. الاثنين ميكس مع بعض بيخلوها حلوه قوي. بسم الله. خلاص كده ربط وبقى زي الفل. ده سمكه كده. بس كده عندي كده بقى حلين. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ احنا عايزين ناكله فرن، مش عايزين ناكله ساقع كده في التلاجة. اللي هعمله دي عندي سلق الورق الفويل دي، بس بتتباع رخيصه قوي دلوقتي مش غاليه زي بتاعت بره كده بالظبط. يعني دول انا فاكره جايبهم تقريبا ب3.5 من محلات 2.5. دي مش شرط الادوات البلاستيك يعني او الكلام ده. نقلب كده. بسم الله. وهبتدي اعبي. طبعا ما ينفعش تعبي دلوقتي في حاجه سخنه خالص، لازم على الاقل يعني يهدى كده ربع ساعه ولا حاجه عشان لا قدر الله لازم ما يطقش في ايدك. بسم الله. هقفل بس خلاص عليه كده. هملى بقى القوالب بتاعتي. بسم الله. خلي القوام بتاعه كده ما يزيدش عن كده، سخنه جدا. بسم الله. حابه بقى تحطي كتير، حابه تحطي قليل، دي بتاعتك بقى. يعني احنا عاملينه في البيت مش شاريينه. بسم الله. حطه هنا. هكمل بقى بقيه الكميه كلها واحطه ياخد وش في الفرن تحت الشوايه 10 دقايق، هيبقى زي الفل ما فيهوش اي حاجه. ويهدى شويه ده كمان، وهفضي في الكاسات بتاعتي واوريكم بقى في الاخر خالص الشكل النهائي بتاعه.
ده القوام بتاعه كده. وبكده يا حبايبي ده الشكل النهائي بتاع الرز بتاعنا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني كميه حلوه قوي. شوفي لو هتجيبيها من بره انت ممكن تفتحي مشروع اصلا منها وتبيعي وتكسبي وربنا يرزق بالحلال يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ده الفرن طبعا هو لسه سخن. بصوا عامل ازاي كريمي خالص. لسه لما يقعد هيربط بقى شويه من النشا. ده عشان هدي شويه. بصوا ده اللي انا بقول عليه بقى، انه يبقى ماسك نفسه ما يبقاش سايل قوي كده. ولسه على فكره دافي ما بردش قوي. بصوا ده اللي فيه كريز برضو. انا حطيت له بس كده ايه يعني حاجه بسيطه، كريزايه شويه مكسرات. تمام. الفرن بقى مرضتش احط عليه حاجه، اللي يحب ياكله كده بألف هنا وشفا عليه. اتمنى بقى تكون الوصفه النهارده كده سهله وخفيفه وسريعه وجميله موفره كل حاجه. اتمنى بقى الدعم، لايك وسبسكرايب للقناه، وكلمه حلوه منكم كده تشجعوني بيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.